أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم سر. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. إذا أصدقائي، لإعجابكم بالفيديوهات السابقة التي قد وضعتها في القناة، اليوم سوف أضيف لكم فيديو آخر، وهو عبارة أيضا عن وصفة طبيعية للتبييض السريع والفعال للبشرة بعد الاستمرار، وأيضا كما نقول تلك البقع التي تظهر على المدى البعيد عندما نتعرض لأشعة الشمس، كما أنها قابضة للمسام، مطهرة للوجه، تعيد للوجه نضارته وحيويته. أصدقائي، ماسك اليوم طبيعي 100% بدون أي أضرار جانبية. لكن قبل الانتقال إلى الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو. ادعموني بلايك، وإن كان لديكم أي تساؤل فقط اتركوا ذلك في التعليق. يمكنكم أيضا مشاركتي آراءكم في البوستات أو الاستاتي التي أضعها في طبعا لاشين يوتيوب. إذا أصدقائي، الآن ننتقل إلى الوصفة التي هي بمكونات طبيعية. لكن قبل الانتقال إلى الوصفة أصدقائي، أول شيء يجب التذكير به قبل وضع الماسكات، وذلك أيضا لكي تزيدوها كما نقول نجاعة، وكذلك لكي يكون لها فعل تام في التبييض. أول شيء هو أن تعملوا تقشير للبشرة، وذلك لكي تمتص البشرة بعد ذلك الماسك مباشرة. وبعد عمل الماسك يجب عليكم أن تعملوا ترطيب للبشرة. التقشير أصدقائي يكون إما بسكر وزيت، ملح وزيت. كما قلت، التقشير يكون إما بسكر وزيت، ملح وزيت، يمكن أيضا أن يكون بقهوة وزيت. بالنسبة للتقشير الخاص بالقهوة والزيت هو جد فعال لدينا معنا من الترهلات أو التجاعيد الجلدية، فهو يشد الجلد بشكل رائع. إذا الترطيب يكون إما بكريمات للوجه تستعملونها، يعني الكريم اليومي، أو يمكنكم استعمال الزيوت كزيت جوز الهند الأصلي. إذا أصدقائي، بالنسبة لمكونات هذه الوصفة كما قلت هي طبيعية جدا، كما أنها متوفرة في كل منزل وبأبخس الأسعار. أول شيء سوف نأخذ ملعقة من الفرينة. الفرينة هي متوفرة في كل منزل وبأبخس الأسعار. المكون الثاني الذي سوف نأخذه هو ملعقة من حليب بودر أو حليب الذي يكون مجفف. المكون الثالث هو الحليب السائل. بالنسبة لكمية الحليب السائل ليست محددة، ولكن امزجوا الخليط إلى أن تتحصلوا على عجينة متماسكة. يمكنكم عجينة أو خليط لين يمكنكم فرده جيدا على الوجه. لا تجعلوه سائلا كثيرا. بهذه الطريقة يكفي، سيكون لزج وفيه تلك الخيوط، وهي رائعة لشد الوجه. فهنالك الكثير من المكونات التي تشد البشرة هنا. إذن طريقة تطبيق هذا الماسك بسيطة جدا. أول شيء نقوم بتقشير للمنطقة التي نريد عمل هذا الماسك عليها. الأمر الثاني بعد تجفيفها نقوم بفرض هذه الطبقة. لا يجب أن تكون طبقة ثخينة. إذ كنتم تريدون على فعل أو على مفعول مضاعف، يمكنكم أن تطبقوا طبقة رقيقة وبعد ذلك تجف، ضعوا فوقها طبقة أخرى. بهذه
الطريقة. أنا هنا أستعمل فقط الملعقة، يمكنكم استعمال فرشاة للمكياج، يمكنكم استعمال فرشاة لكي تستعملوها في جميع الماسكات. إذا هذه هي الطريقة، سوف ننتظره إلى أن يجف. إذا بعد أن جف الماسك فوق البشرة سوف نقوم بإزالته. هذه هي التجربة من أول استعمال. إذا لم أغسل بالماء، لكن هذه هي النتيجة. ابني يسلم عليكم. أظن أن هنالك فرق من أول استعمال. إذا يجب عليكم المداومة طبعا على هذه الوصفة لأفضل النتائج. إذا أصدقائي، هذا هو كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس. ودائما أذكركم بأن النجاح للوصفات يكون في التقشير القبلي والترطيب البعدي. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.